عسلامتكم الناس الكل. اليوم جيتكم بكيك سهلة في ساعة تحضر في دقائق، خاصة أن نستعمل اليوم كيك حاضرة أو جاهزة نشراها من المحلات أو الأماكن العامة، اللي هي كيك سيترون أو ليمون كما تشوفوا معنا بالضبط. فوالا، والكيك هذه نستحق 3 مكونات فقط، يعني نضيفوهم احنا، اللي هو زوز بيض عظمتين زدناهم شوية ملح ونركضوهم بالكدا ومن بعد نزيدوهم 100 مليلتر حليب و100 مليلتر زيت ولا 100 جرام زبدة، انتي واش عندك. فوالا، وبقية المكونات سيدي جا شريناهم حاضرين، يعني ما نستحقوش المكونات الباقية نبحثوا عليهم ولا حاجة. فوالا، نركضوا كيف الحليب والعظام وشوية الملح كما قلنا، ونزيدوهم المكون الأخير أو قبل الأخير في السوائل اللي هو الزيت. نجم تستعمل أي نوع زيت عندك بطبيعة الحال، ونركضوهم بالكدا حتى تمتزج المكونات الثلاثة السائلة اللي أضفناها. فوالا، ومن بعد نزيدوا النواشف اللي هي كما قلنا شريناها حاضرة، واللي تتمثل في الفرينة وما تبعها، يعني الخميرة وبقية المكونات كما قاعدين تشوفوا. الباكو هذا أنا حبيت نجرب، دونك فيه 2 ساشيات الباكو، حليته فيه 2 ساشيات اللي هي الفرينة هنا بميزان 450 جرام، ومعاه ساشي أخرى هنا مكتوب عليه اللي هو تبع كيك، معناتها مكتوب عليه كيك، ومعاه ساشي أخرى صغيرة المكتوب عليه الجلاساج أو الزينة نتاع الكيك السيترون، كيك الليمون. بون، انا هنا اشتهيت نعمل كيك ليمون وحبيت نجربها على طريق الجاهز، المكونات الحاضرة كما قلت لكم. اول حاجة لانها طريقة سهلة وسريعة وما تطلبش برشا وقت، وثاني حاجة حبيت نجرب وناخذ فكرة على الحاضر الجاهز، الباكو الجاهز اللي فيه برشا نكهة وبرشا مذاقات مختلفة. دونك انا اخترت سيترون بحكم الليمون، بحكم اللي احنا تو فصل الشتاء وفصل القوارص. دونك هنا كمية الفرينة كما قلت لكم 450 جرام، حطيتها على 3 مرات، هذه المرة الاخرى. فوالا، وركبتها بكدا بالباتر، فوالا، حتى امتزجت المكونات الكل مع بعضها، وجدت معناتها قد كلها مكونات متساوية. وهنا مزيج ولا خليط الكيك متاعنا حضر، في نفس الوقت نحضروا الفور متاعنا يسخن، ونحضروا المول، اي مول عندكم او اي شكل تحبذوه. بالنسبه لي انا اخترت مول معين، ندهنه بشويه زيت وشويه فرينه باش الكيك متاعنا ما تلصقش، وفي ساعه ما تتنحى نجو نخرجوا فيها. دونك هذه هي الكيك متاعنا، شفتوا القوام كيفاش، قوام كيك سهل وبسيط وممتزج بكدا. فوالا، كما قلت لكم هذا المول متاعي، نجموا تختاروا اي مول عندكم بالطبيعه. حطينا الخليط فيها وحطينا في الفرن لمده من 15 ل 20 دقيقه، او حتى تطيب الكيك متاعنا انتي والفرن متاعك بالطبيعه، خاطر يختلف من فرن الى اخر، على 150 درجه. فوالا، وهذه هي الكيك متاعنا حضرت. تشوفوا هكا المنظر وهكا البنه، صدقوني فيها ريحه وفيها مطعم غير عادي. والبريباراسيون ولا المستحضر، المكونات الحاضره اللي شريتها عجبتني على الاخر. ولا، وهنا عندي مغرفتين، دونك مكتوب على الباكو اللي لازم نعمل الجلاساج ب5 مغارف ماء سخون، المغرفه تكون صغيره. دونك انا حرت عندي مغرفه صغيره متاع قهوه ومغرفه اكبر منها شويه، فلذلك في الاخر اخترت المغرفه المتوسطه، معناتها 5 مغارف متوسطين ماء سخون، ونخلطوا فيهم نحركوا فيهم بكدا الجلاساج ولا الزينه نتاع الكيك. انا صبيت الكميه بشوي حتى نخلطها، خاطر 5 مغارف تصورت ماهيش باش تكفي، وكنت مستعده نزيدها مغرفه ولا 2 اخرين. يا اخي طلعت الكميه تكفي وتوفي. والجلاساج هنا نحركوه بكدا حتى يتنحوا منها الكعابر، وتجي كريمه سلسه وسائله ما غير حتى كعابر ولا تكتلات فيها. والكريمه هذه النكهه متاعها سيترون، نكهه ليمون، ومعموله بالسكر المحور، السكر الرطب. فوالا، وهذه كريمتنا ولا الديسير ولا الزينه ولا الجلاساج متاعنا برسك حضر.
يتطلب شوية وقت باش نحلو فيها الفرينة متاع الكلاصاج فقط كيما قلت لكم باش تنحو الكعابر والكتلات. فريمون عجبتني على الاخر، بنينه وسهله وما تضطرش انك تحوم على زينه معينه ولا حاجه حاضره جت مع الفرينه كيما قلت لكم. زينوا بها الكيك نتاعكم. نجم تزيدوا اضافات اكيد، نجم تزيدوا شرائح ليمون، اوراق نعناع خاطر يمشي معاه بالكدا. نجموا تعملوا زينه اللي تحبها، نجموا تعملوا كريم ديسير بنكهه الليمون. الزينه تبقى اختياريه وعلى كيفكم. انا هنا حبيت نتقيد بالموجود عندي وبالموجود في الباكو من الاول للاخر باش نعطي عليها فكره ونعطيكم رايي في التجربه هذه. فوالا، وهذه كيكتنا حضرت. شوفوا ما شاء الله على كاللون وعلى كالمنظر والبنه. صدقوني حاجه اخرى عجبتني على الاخر، بريمون طياره مش خايبه. هنا حبيت نخرج لكم قطعه ولا موس باش تشوفوا قداش هي هشوشه وطريه وكيفاش تتفتفت فيسع ما تمشي معاك. هنا الزينه حطيتها على قطعه واحده على خاطر عندي شكون في العائله ما يحبش الكيك المزينه بالديسير هذه بالكلاصاج. دونك حبيت نزينها هيك بشكل بسيط ونذوقها ونعطيكم رايي. مبدئيا صدقوني عجبتني على الاخر. كما قلت لكم نكهه الكلاصاج سكر محور ونكهه الليمون ومعاه هشوشة الكيك والبنة متاعها وخفتها فريمون طيارة. تجربة ممتعة وممتازة، يعني استفدت منها. يعني مرة أخرى نجم نستغلها كي نكون في ظرف مستعجل وإلا ما عنديش كيفاش نحضر الكيك متاعي ولا يكون المكونات الرئيسية غير موجود. فوالا، ومرة أخرى كما قلت لكم منها عجبتني التجربة هذه، دونك يمكن مرة أخرى نجرب نكهات أخرى مختلفة. خاطر راني شفت في اللي شريتها من مغازة، راني شفت نكهات أخرين مختلفين، دونك نتصور روحي باش نجرب برشا نكهات أخرين. فوالا، وهذه كيك متاعنا وصحة وبالشفاء للناس الكل.